قبل ما اتكلم في اي حاجه انا حابب بجد ابارك لنادي الاهلي السعودي. عمل بطوله عالميه النهارده. النادي الاهلي السعودي يتوج بطلا لدوري ابطال اسيا على حساب كawasaki الياباني. وعايز اقول لك ان هو قبل النهائي كسبان الهلال السعودي اللي هو زعيم اسيا، كسبانه 3. ده غير كمان ان الاهلي السعودي عمل بطوله جامده جدا. يعني عايز اقول لك ان هو 12 ماتش في البطوله ما خسرش ولا ماتش، يعني كسبان 11 ماتش ومتعادل ماتش. فحابب ابارك لهم. وبالمناسبه نادي الاهلي المصري كان بيبارك له على صفحته الرسميه. فكل ما هو اهلي فهو جميل بصراحه. فانا بالنسبه لي يا جدعان، نخش بقى على الحلقه بتاعتنا معاكم. ديشا الاهلاوي، حلقه جامده، حلقه جميله. اسمع للاخر. عايز اقول لك ان الحلقه النهارده فيها احداث مثيره. هنبتديها باللاعب اللي انت حاططه على الشاحن بنسبه 85%، زين الدين بالعيد. زين الدين بالعيد يا جدعان، بصراحه انا شايفها من اقوى الصفقات، بل من احسن الصفقات واهم من صفقه محمد بن رمضان. يعني في ناس كتير ممكن تنتقدني الصراحه في القصه دي، ولكن محمد بن رمضان طبعا صفقه لا تعوض. يعني انا عايز اقول لك ان هو اعلى كواليتي في افريقيا في الحته دي. وكمان ان هو هيدي الاريحيه لامام عاشور في حته ان امام عاشور هيلعب في مركزه الاساسي اللي بيبدع فيه اللي هو مركز 8. ولكن انا بتكلم في احتياجاتي. يعني احتياجاتك الاكتر هو مراكز السردي باكات اللي عندك فيها كوارث. كابتن رامي ربيعه اللي طالب 85 مليون جنيه في في موسمين على التوالي. ليه؟ انا مش عارف بصراحه. انت فاهمني؟ بس انا بطلب من الكابتن رامي ربيعه ان هو ما يتنازلش عن جنيه من مستحقاته عشان يمشي. انت فاهمني؟ فانا بالنسبه لي رامي ربيعه يا جدعان، في كلام بيقولوا كمان ان هو موقع لبيراميدز. اتمنى والله، يعني انا اتمنى ان هو يكون موقع لبيراميدز، لان بصراحه رامي ربيعه يا جدعان من اللعيبه اللي هو ما بيبانش كويس، او يعني عيوبه ما بتداريش لما بيلعب جنبه كواليتي عالي جدا. يعني عايز اقول لك ان الموسم اللي فات احنا قلنا ان رامي ربيعه كان عامل موسم كويس. وكمان كان هو اللي جايب هدف الفوز في نادي الترجي في النهائي. ولكن كان جنبه محمد عبد المنعم. وكمان لما بيلعب الفتره ديت بيبقى جنبه اشرف داري، بيبقى كويس. طلع اشرف داري الماتش اللي فات بسبب الاصابه. احنا شفنا كوارث في خط الظهر. فانا بالنسبه لي رامي ربيعه يا جدعان الفتره ديت مش مفيد خالص للنادي الاهلي، ومش لاعب يشد لاعب جنبه. يعني عايز اقول لك ان انت لو بتلعب بواحد مثلا من ناشئين زي مثلا وليكن عبد الرحمن رشدان، محمود الجزار، الناس اللي انت مشيتها ديت لو موجودين في الاهلي وبتلعب ما فيش غيرهم بتلعب جنب رامي ربيعه، يعني هتشوف خط الظهر مش كويس. رامي ربيعه ما بينقلش الخبره، ما بيعرفش يساند اللي جنبه، ما بيعرفش يغطي عليه، ما عندوش الحته ديت. ولكن محمد عبد المنعم واشرف داني موجود فيهم الملكه دي. فانا بالنسبه لي قصه زين الدين بالعيد ديت اهم احتياجاتي في الميركاتو الحالي بصراحه يعني. ولكن عدد الاجانب، حتى لو مشيت معلول، حتى لو مشيت يحيى عطيه الله، لو مشيت رضا سليم، برضه هيبقى تقريبا بتاع 6 اجانب في الفرقه في القوام الاساسي، وانت محتاجهم حتى بعد كاس العالم للانديه. فممكن ما نعرفش، ممكن نلاقي النادي الاهلي بيمشي اشرف داري عشان الاصابه جاب زين الدين بالعيد. ده غير كمان ان الاهلي يا جدعان بيتفاوض مع 2 مهاجمين في الدوري المصري، منهم الجزار اللاعب اللي هو بتاع غزل المحله، اللي هو اقرع ده شبيه وائل جمعه. مش في اللعب، مش في الفنيات، في الشكل. وفي لاعب تاني اللي هو المدافع بتاع نادي بتروجيت على ما اعتقد. يعني الاهلي بيفاوض الاثنين. وفي كلام كتير جدا مؤكد ان الجزار بتاع غزل المحله ده ماضي للاهلي اصلا من شهرين. فانا بالنسبه لي يا جدعان انا عارف ان الاهلي هيقوي سكواده وهيبقى فريق متكامل. النادي الاهلي السعودي النهارده خد البطوله لانه فريق متكامل. حتى مدرب كawasaki الياباني الف تصريح ان النادي الاهلي السعودي ما فيهوش نقط ضعف، ما عشان كده خد البطوله. انا بالنسبه لي برضو لما يكون مش عندي نقط ضعف هاخد اي بطوله باستثناء كاس العالم للانديه. طبعا استثناء كاس العالم للانديه ليفلات اعلى وكواليتي كويس جدا. انا بالنسبه لي في كاس العالم للانديه ان شاء الله بالكواليتي ده اعرف اعدي المجموعات وربنا يسهل بعد كده. ولكن المواسم اللي جايه تبقى حلوه جدا بالنسبه لي يا جدعان. بقى بص، انت جبت دلوقتي بره رمضان ودعمت بزين الدين بالعيد وعندك بن شرقي وكمان تريزيجيه وزيزو وسام جراديشار امام عاشور في النص، عندك زين الدين بالعيد، عندك اشرف داري، عندك لعيبه في كل مراكز، نجوم ونجوم كبار جدا. بس اقول لك على حاجه، خلي بالك مش كتر النجوم في الفرقه ممكن تكون ميزه وممكن تكون عيب. انا عايز اقول لك ان في فرق كتير جدا بتبقى كلها نجوم ومش شرط انها تكسب بكل البطولات. ولكن عايزه شخصيه، عايزه مدرب قوي جدا. يعني عايزه مدرب بشخصيه قويه جدا علشان يقدر يتحكم في اللعيبه ويقدر يتحكم في المنظومه، وفي نفس الوقت يكون فنياته عاليه جدا علشان يقدر يوظف اللعيبه دي. بكره بقى يا جدعان عندنا ماتش مهم جدا في الدوري. الاهلي هيلاعب حرس الحدود وبيراميدز هيلاعب فاركو الساعه 5. الاهلي هيلاعب الساعه 8. عايز اقول لك ان تشكيله النادي الاهلي او القائمه اللي نزلت للنادي الاهلي فيها علي معلول طبعا مع شوق الجماهير. فالقائمه يا جدعان بتقول ان محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء حراس مرمى. عندك في خط الدفاع معلول، مصطفى العش، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمد هاني، احمد نبيل كوكا. وخط الوسط عمر الساعي، مروان عطيه، عمرو السوليه، كريم وليد، قفشه، احمد رضا، امام عاشور، حسين الشحات، طاهر، اشرف بن شرقي.
وسام ابو علي جراديشار تقريبا يعني نفس القائمه بتاعه الماتش اللي فات. ان شاء الله يا جدعان بالتوفيق بكره ونلعب ماتش كويس جدا. بيراميدز يا جدعان ماشيه، مش عارف يعني ما فيش حد بيوقعها في الدوري الصراحه. اتمنى انها تقع الماتش الماتش بتاع بكره وماتش الزمالك علشان احنا ناخد الدوري. ولكن هي صعبه شويه على بيراميدز. الموسم ده ماشي بطريقه كويسه جدا. بيراميدز يا جدعان الموسم ده بينافس على دوري ابطال افريقيا، بينافس على الدوري، بينافس على كاس مصر، فبطولات كتير جدا. وهو بصراحه سكواد متكامل لحد دلوقتي، ومعاه مدرب حلو جدا يوريتيتش. مدرب بصراحه عمل طفره في نادي بيراميدز. فانا بالنسبه لي يا جدعان انا اتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله ياخد الدوري ويتوج ببطوله الدوري. مش عايز حد تاني غير النادي الاهلي.